نجمة من نجمات الزمن الجميل، اسمها اتكتب بحروف من نور في تاريخ الفن، لكن النهاردة بتطلع تستغيث. الفنانة نجوى فؤاد خرجت برسالة مؤلمة، كشفت فيها عن وحدتها وأزمتها الصعبة، وقالت: مش لاقية تمن العيش الحاف، وبموت لوحدي، ومفيش فلوس حتى أفطر بيها، ومحدش جنبي يسأل عليا، أنا وحيدة. واعترفت بندم كبير في حياتها، قائلة: غلطة عمري إني ما خلفتش عيل يساندني لما أكبر. وأكدت الفنانة المعتزلة إنها قدمت عمرها كله للفن، واشتغلت وسهرت وتعبت عشان تسعد الناس، لكن لما كبرت واحتاجت ما لقتش الدعم اللي كانت متخيلاه، خصوصاً مع تدهور حالتها النفسية وشعورها القاسي بالوحدة. وزادت الأزمة بعد تعرضها لوعكة صحية منعتها من الشغل وخلتها توقف عن المشاركة في أي أعمال فنية، وده دخلها في أزمة مالية كبيرة بسبب تكاليف العلاج. ومن هنا استغاثت نجوى فؤاد بوزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنون، وقالت خلال مداخلة هاتفية في برنامج بنظرة تانية على قناة الشمس: اهتموا بينا شوية، احنا الجيل اللي خد ملاليم مش ملايين، ودخلنا معروف، عايزين نعيش عيشة آدمية حلوة. وكشفت تفاصيل أصعب عن حياتها اليومية، قائلة: أنا مش عايزة أعيش في دار مسنين، أنا ساكنة في بيت إيجار وما عنديش بيوت تمليك ولا محلات أفلاها، والعلاج بقى غالي، وكشف الدكاترة بقى نار، والعيشة صعبة، انتبه لينا شوية، دي حاجة أنا ما شفتهاش في حياتي. واختتمت نجوى فؤاد حديثها بكلمات موجعة: بدور على مشروع صغير، لأن معاشي 600 جنيه في الشهر، دول ما يجيبوش عيش، هدور على حاجة اشتغلها. قضيت عمري كله في المشوار الفني مع الناس اللي حبتني. رسالة صريحة ووجع حقيقي، وسؤال بيفرض نفسه: هل آن الأوان إننا نعود الجميل؟